السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في مطبخ ولا. النهاردة إن شاء الله من مطبخنا هنعمل لكم وصفة جميلة جدا، وهي وصفة خلية النحلة. هنعملها بكل سهولة إن شاء الله. بصوا شوفوا شكلها عامل إزاي، ما شاء الله عليها جميلة جدا، وعجينتها سهلة إن شاء الله. بكل سهولة نقدر نفطر بيها الصبح مع كوباية الشاي أو نتعشى بيها. عايزه اوريكم شكلها عامل ازاي. شوفوا انا بحطيت ايدي عليها عشان اوريكم ان شكلها عجينه هشه وجميله، وده شكلها وانا بقطعها قدامكم، وعايزه اوريكم شكلها من جوه عامل ازاي. يلا نروح مع بعض للطريقه والمقادير ونسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا. اول حاجه عندي كوبايه ميه دافيه، نزلت عليهم باكو من الخميره الفوريه اللي هو حوالي معلقه كبيره وشويه تقريبا، وعليهم معلقتين كبار من السكر. هقلبهم كويس جدا مع بعض. وبعد كده انا عندي 4 كوبايات من الدقيق، هنزل عليهم بالدقيق زي ما انتم شايفين. لو احتاجنا ميه على حسب كل دقيق بيختلف التاني، انا حطيت هنا كوبايه الاول، وبعد كده لو احتاجنا تاني هنشوف دلوقتي. ونزلت بعد كده برشه من الملح، ونزلت بربع كوب من اللبن البودره، حوالي 4 معالق كبار من اللبن البودره. طبعا هنا احتاجنا حوالي ربع كوب من الميه، وقلت زي ما انا قلت لكم على حسب كل دقيق بيختلف. وبعد كده اخر حاجه نزلت بنص كوبايه من الزيت. هنعجن بقى العجينه على قد ما نقدر لمده 10 دقايق. هتشوفوا قدامكم دلوقتي وانا بعجنها بكل سهوله. ده شكلها وده قوامها وانا بعجنها. هكمل العجن بتاعها زي ما انتم شايفين كده. ده شكلها بعد ما عجنتها لمدة 10 دقايق. بسم الله ما شاء الله عليها جميلة جدا. زي ما انتم شايفين قوام العجينة ده شكلها بعد ما اتعجنت. هسيبها بقى في مكان دافي واغطي عليها واسيبها تخمر، وبعد ما تخمر نشوفها مع بعض. وده شكل العجينة بعد ما خمرت. طبعا بيختلف على حسب الجو. هي قعدت معايا حوالي ساعة الا ربع ساعة تقريبا. هبدأ انزلها من البولة زي ما انتم شايفين كده، وهعملها على شكل رول عشان هبدأ اشكلها بكل سهولة. شوفوا شكل العجينة عاملة ازاي. قوامها ما شاء الله عليه جميل جدا. عجننا كويس جدا، وكل المكونات معمولة كويس بطريقة صحيحة ناجحة. العجينة 100%. وكورتها كده وكملت التكوير، وبعد كده هبدأ اخد الكور. بس قبل ما نبدأ في الكور عايزة اوريكم ان انا الحشو هنا عندي موتزاريلا، وعندي جبنة رومي مبشورة، وعندي جبنة شيدر مبشورة. ممكن تعملي اي حشوة حسب الرغبة، مفيش مشكلة. ومحضرة عندي الصينية وبندهنها بالزبدة، او ممكن تدهنيها بسمنة مفيش مشكلة خالص. ببدأ اخد كورة كورة وابدا احط فيها الحشوات. ممكن تحطي جبنه فيتا مفيش مشكله، ممكن تحطي كيري، اي حشوه انت عايزاها. كله متاح طبعا حسب الرغبه. انا هنا مستخدمه عندي الموتزاريلا والشيدر والرومي. وهبدا احط كل الحشوه زي ما انتم شايفين. حطيت حشوه الموتزاريلا، وزي ما قلت لكم الصينيه تكون مدهونه بالزبده او بالسمنه. وهجيب الكرة تانية قدامكم واحط قدامكم الجبنة الرومي، واقفل على العجينة بكل سهولة. طريقة التشكيل ان شاء الله سهلة عليكم بإذن الله. اهم حاجة قدامكم كل المقادير ناجحة 100% ان شاء الله، وتقدروا تعملوا احلى خلية نحل ان شاء الله بالطعم اللي بتحبوه. هبدأ اسيب مسافة حوالي سنتي ما بين الكورة والكورة، عشان طبعا لسه هتبدأ تتضاعف قدامكم. لسه هتشوفوا دلوقتي بعد ما تخمر. هحط اخر حاجة اللي هي حشوة الجبنة الشيدر، وهكمل باقي الكمية بالشكل ده. زي ما انتم شايفين كده حطيتهم جنب بعضيهم، بس سبت حوالي سنتي، واسيبها بقى تخمر تاني بعد ما شكلتها. وبعد ما تخمر نشوفها مع بعض. على ما تخمر بقى احضر عندي بضايه ده للوش، وعليهم معلقتين من الحليب ونص معلقه من النسكافيه. ممكن نستبدل النسكافيه بفانيليا مفيش مشكله خالص.
ده خمرت عندي بالراحة خالص علشان طبعا ما يطلعش التخمير منها. وهبدأ اتن الوش، دهنته خلاص، وهبدأ ارش على وشها سمسم وحبة البركة. كده برش على وشها حبة السمسم وحبة البركة، وده خلصت خلاص. وادخلها الفرن، طبعا مسخنين الفرن على درجة حرارة 200، وبعد ما تخرج من الفرن نشوفها مع بعض. ده شكلها بعد ما خرج من الفرن. سبتها في الرف الوسطاني، وبعد ما استوت فتحت الوش عليها من فوق، وده شكلها. حطيتها في طبق التقديم بعد ما بردت. بالهنا والشفا، يا رب تعجبكم. ومتشكرة جدا على كل تعليقاتكم الجميلة اللي اسعدتني كتير، علشان انتوا جربتوا الوصفات ونجحت معاكم. وان شاء الله استنوا فيديو جديد ووصفة جديدة. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في قناتي على اليوتيوب.